زي ما انتم شايفين فتحت ادوب بريمير برو، والحاجه اللي احنا هنتكلم عليها النهارده في حلقتنا هنشرح ازاي نضيف تكست للفيديو اللي احنا بنمنتجه. وكنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن شويه من التولز اللي هنا في تول بار ده، واللي احنا كنا اتكلمنا عليهم هو السلكشن تول، وعرفنا السلكشن تول ممكن نعمل بيها سيلكت لاي حاجه، نعمل سيلكت حاجه نعمل كوبي اند بيست، دي مهمه السلكشن تول. وكنا اتكلمنا برضه على الريزر تول اللي احنا ممكن نقطع بيها الفيديو اللي احنا بنمنتجه. طيب خلينا نبدا الاول نعمل امبورت الحاجه اللي احنا هنستخدمها النهارده. وانا قررت ان احنا هنستخدم صوره بما اننا مش هنعمل افكتس او حاجه، احنا هنضيف تكست بس. طيب خلينا نعمل اوبن، والصوره هتظهر لنا هنا كالعاده، نعمل لها سيلكت ونعمل دراج اند دروب ونضيفها في التايم لاين. طيب هنكبر الحته دي شويه عشان خاطر نعرف نحط تكست. ماشي. وطبعا هنستخدم التول الجديده وهي التايب تول. تايب تول دي اللي احنا بنضيف بيها التكست، زي ما انتم شايفين هي حرف تي جاي من تكست. هنقف هنا عادي في البوكس ده ونحدد على المكان اللي احنا عايزين نكتب فيه الكلام، ونقوم جايين هنا كده ونكتب مثلا انا هكتب عمرو ياسر. طبعا بقى هي الديفولتس، يعني التكست اصلا مظبوط ان هو يبقى كبير وابيض كده، انت عادي يعني انت ممكن بقى تحكم بيه تصغره كده، انت ممكن تصغره باكتر من طريقه، دي واحده من ضمنهم وهوريكم الطريقه التانية دلوقتي. طب احنا عايزين نغير شويه حاجات، عايزين نغير الفونت، عايزين نعمله ايتاليك مثلا او بولد، عايزين نغير اللون، كل الحاجات دي نظبطها من هنا. انا فاتح اصلا التاب ده اللي هو تاب افكت كنترول، هنضغط على افكت كنترول وننزل تحت هنوصل لحته تكست اللي هو عمرو ياسر. ماشي. هيجي لنا بقى اكتر من حاجه، طبعا دي انواع فونتس كتيره قوي، احنا ممكن نختار اي فونت احنا عايزينه. خلينا في الفونت اللي هو العادي اللي هو ادوبي ارابيك، ده الفونت اللي احنا بنستخدمه. واحنا ممكن بقى نتحكم اذا كانت اللاين على الشمال، يعني لو مثلا انجليزي نبداه من الشمال، لو عربي نبداه من اليمين، ولو بقى عايزين مثلا نعمل تايتل او حاجه نخليه في النص، بس احنا هنخليه من الشمال كويس. ممكن بقى ننزل تحت هنا نتحكم في الفيل اللي هو اللون البتاع، طبعا عاملين تشيك عليها، لو مش عاملين تشيك مش هيظهر، نعمل التشيك هنا ونحدد طبعا اللون بتاع اللي احنا هنستخدمه. هنخليه مثلا ان بريمير وبنفسجي وكده، فهنخليه لون بنفسجي بحلو. ماشي. هنا كده خليه اللون البنفسجي ده. و الستروك ده بقى، الستروك اللي هو البوردر اللي حوالين، يعني الخط اللي بيبقى حوالين الكتابه، هوريكم دلوقتي نعمل تشيك عليه، هو متحدد ابيض اصلا، ابيض كويس. ومن هنا بقى ممكن نتحكم في عرض الخط الابيض ده، ممكن بقى نكبره زي ما انتم شايفين كده. احنا طبعا مش هنكبره قوي كده، هنخليه مثلا كده حلو قوي. ماشي. وهننزل هنا بقى ده البوزيشن بتاعه، زي ما انا قلت لكم قبل كده انت ممكن تغير البوزيشن كده عادي بالماوس، ودي الطريقه الاسهل. ممكن تغيره من هنا كده، ده بيتحكم في اليمين والشمال. وانت ممكن طبعا ممكن تغيره بالكتابه، تكتب تيم مثلا، تعمل انتر فيغير مكانه، وده بيتحكم فوق وتحت. بس خلينا في الطريقه الاسهل اللي احنا مثلا عايزين نسنتره هنا بايدينا كده. ماشي. في نص الصوره. السكيل ده بقى اللي بيتحكم في الحجم عادي، ممكن نتحكم في حجم التكست ده، ممكن نصغره زي ما احنا عايزين، بس خليه زي ما كان عشان يبقى ايه على قد الصوره. هنا بقى في حاجات كتير قوي زي الروتيشن، بيعمل له روتيت، خليها 0 عشان ترجع زي ما كانت. ممكن بقى في الاوباسيتي دي اللي هي ظهور التكست نفسه، ممكن نخليه يختفي خالص، ممكن نخليه يظهر، بس انا عايزينه يبقى ظاهر كده حلو. الانكر بوينت دي بقى بيتحكم برضو في مكانه، هي الانكر بوينت شبيهه بالبوزيشن اللي فوق دي. بس كده عرفنا ازاي نضيف تكست، تقريبا عرفنا معظم الحاجات اللي موجوده. ومن هنا بقى ممكن طبعا تعمل بولد كده، بولد كده، ايتاليك اللي هي تبقى مايله، في حاجات كتير قوي ممكن تعملها. ومن هنا تقريبا بتتحكم في السكيل، في الحجم برضو زي السكيل اللي تحت دي. ودي تقريبا كل الحاجات اللي انت ممكن تعدلها في الافكت. طيب كده احنا ضفنا تكست وغيرنا اللون وعملنا بوردر وظبطنا كل حاجه، وتحكمنا في الحجم وحددنا الفونت اللي احنا عايزينه. احنا ممكن نختار فونت تاني برضو، مثلا نختار الفونت البولد ده، لا بلاش ده كبير اوي ده، خلينا في الحاجه اللي هي الايه
دي كده كويسه، نصغره برضو وشكلها كويس كده. احنا بقى عايزين نضيف افكت عليه او نخليه يظهر كده بالشياكه يعني. بكل بساطه هنروح على خانه الافكتس اللي احنا اتعودنا عليها. لو انت ما لقيتهاش في التابز هنا، هتضغط على السهمين اللي في الجنب دول وتضغط افكتس. ممكن نختار مثلا كروس ديزولف اللي احنا استخدمناها المره اللي فاتت. خلينا نخليهم هما الاتنين صغيرين كده، ماشي. نصغر دي كمان عشان يبقى قد بعض، ونجرب نشغل كده. دخلت برضو التكست ظهر كده ديزولف اللي هو ذوبان كده، ظهر ايه، اختفى وبعد كده ظهر، والتكست ظهر في الاخر. يبقى احنا كده عملنا اد تكست، عرفنا ازاي نغير لونه، عرفنا ازاي نتحكم في الفونت، عرفنا نخليه من اليمين الشمال او من الشمال اليمين، نتحكم اذا كان بولد ايتاليك واتحكمنا طبعا في اللون، في الستروك، البوردر اللي حواليه. ممكن طبعا نضيف شادو، يعني ممكن نضيف ظل، ممكن بقى تتحكم في زاوية الظل، ممكن تتحكم بكثافة الظل. كل دي حاجات ممكنة انك تعملها. بس كده، اتمنى تكون الحلقة افادتكم وعرفتوا ازاي تضيفوا تكست للفيديو. وبكده نكون وصلنا لغاية نهاية الحلقة. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم.